ودي التتبيلة الأصلية للمندي. أنا عارفة إن هو بيتقدم مع الفراخ المندي أو الدجاج المندي بيتقدم معاه رز بسمتي. فطبعا احنا كنا بنشتري الرز بسمتي ده زمان بتمن الرز اللي احنا بنجيبه دلوقتي العادي. فأنا عملته بالرز العادي وكان طعمه تحفة بسم الله ما شاء الله، وطعمه كان حلو جدا. هنا بقى معايا كده ربع كوباية زيت هتسخن، هنزل عليها بالبصلاية اللي مقطعاها صغير كده، وبعد كده هرش على البصلة حبة ملح وفلفل اسود، وبعد كده هنزل بقى بالحبهان واللوري والقرنفل والليمون الناشف، انا قاسمه الليمونه نصين، وهقلبها بس كده اخلي البصله تدبل. بعد كده هنزل عليهم بالفرخه بتاعتي، هحط الفرخه عليهم كده اقعدها في وسطيهم كده بسم الله ما شاء الله، واغطي عليها كده حوالي 10 دقايق مسام الفرخه بس تتقفل. وبعد كده هنزل عليها بحوالي كوبايتين